السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نعاود لكم قصة البطل ديالنا عبد الصمد الزلزولي، لاعب المنتخب المغربي ولاعب فريق برشلونة حاليا. الا بغيتي تعرف قصة عبد الصمد الزلزولي دير لايك وسبسكرايب وكومونتير زوين بحالك. عبد الصمد الزلزولي عنده ازدواجية في الجنسية نتاعو، يعني حامل شخص واحد لجنسيتين بلد او اكثر، حاجة عادية واللي متداولة. ولكن في كرة القدم إلا عندك جوج جنسيات راه غادي تحط في موقف لا يحسد عليه. في أهم مرحلة الكروية نتاعك اللي توصل لتمثيل المنتخب الوطني، فين خاصك تعزل بين الأم الطبيعية والأم المربية. المغرب عاد أكثر دول مستفادة من نجوم كبار، قرر اختيارات حسب منتخبات عريقة خصوصا هولندا وإسبانيا. ولعل آخر حالة كان بطلات ضيف حلقة اليوم اللي خلق ضجة كبيرة بزاف وتلقى أكبر كمية رسائل الشتم والقذف بعد ما تسرب بأنه اختار إسبانيا على المغرب. نجم برشلونة عبد الصمد الزلزولي. تزاد عبد الصمد الزلزولي 17 ديسمبر سنة 2001 بالمغرب، بالضبط مدينة بني ملال، وسط أكبر حي شعبي يقود أبكر رغم في تحسين جودة عيشهم في مكان لا غير تابع طريق المنطقات معروفين بالهجرة الأوروبية. هاجرت الأسرة الإسبانية سنة 2004 بالضبط مدينة إلتشي في حي كاروس، أفقر حي في إسبانيا، بسبب مكاتب الضرائب الإسباني. بدا عبد الصمد مداعبة كرة القدم في أزقة والساحة تحت مراقبة أخوه اللي كان كبر منه في السن، وتربى فيه حب كرة القدم، هادشي اللي خلاه يدخل أكاديمية بنيالفان. سقى عبد الصمد في الموهبة ديالو وتعلم أساسيات وأبجديات كرة القدم الحديث، لكن مقامه ما طولش وغير الوجهة ديالو عدة نوادي تستقر به الحال في أكاديمية إلتشي، النادي المديني الحكمة المغربي في القرن 13. كأن الزمان أعاد الفرصة لعبد الصمد باش يحكمها كرويا، ولكن فشل، ولسوء الحظ شافوا نادي كشاف هيركوليس عرض عليه فكرة الالتحاق النادي ليصبح لاعب ناشئ تحت قيادة أنطونيو دومينيغيز. عبد الصمد عطا كل الأساسيات نتاعو، قدم كلشي في ديك المباراة باش يطلع النيفو ويكون واجد للماتشات المنتخب. وبعد 3 سنين مع الفريق ديالو غيسنى أول عقد احترافي مع الفريق الأول المنافس في الدرجة الثانية، منهم برشلونة، إسبانيول، إشبيلية. الصمد بدا كيطور من المستوى ديالو بشوية بشوية لدرجة زاد السرعة ديالو وجودة المراوغات حتى نقض عليه فريق برشلونة بثمن مناسب 2 مليون يورو. وبين عبد الصمد المهارات ديالو في وسط الماتش مع برشلونة، جاه الرد من وليد الركراكي يعطلو الماتشات المنتخب الوطني، ولعب مزيان مع المنتخب ديال اقل من 23 سنه، وشارك في كاس العالم مونديال قطر 2022 وقدم شويه مزيان. وحاليا دابا عبد الصمد الزلزولي ولا من احسن اللاعبين، ونتمنى له مسيره موفقه. هذه هي قصه عبد الصمد الزلزولي. ما تنساوش اخوتي ديرنا لايك وسبسكرايب وكومونتير. تهلاو.